يا رمانة، أنا كنت محتاج الدهب بتاعك عشان أتجوز عليكي. عايز الدهب بتاعي يا اخويا؟ وماله، هقوم اجيبهولك. يا رمانة، نعم يا اخويا. أنا ما كنتش عايزك تروحي فرح أختك النهاردة. وماله يا اخويا، مش ضروري اروح، ابقى اتصل بيها بالتليفون. رمانة يا حبيبتي، كنت عايزة أطلب منك طلب بس كده، مش عايزك تزعلي. قولي يا اخويا، انا عمري ما ازعل منك ابدا. انتي عارفة طبعا إن الشقة هنا 3 مطارح وصالة، وكنت محتاج إن أنا أتجوز، ومكنتش عارفة بقى السكن والدنيا غلا، فياريت تيجي تعيش معاكي هنا وتعيشوا اخواتي يعني. وماله يا اخويا، ده يوم الهنا يوم المنى لما اشوفك فرحان كده ومبسوط مع واحدة تانية. كمان اول اسبوع جواز هروح اخد العيال واروح عند امي، عشان كده اسيب لكم الشقة تتهنوا بيها. أصيلة يا رمانة، والله أصيلة، بس في مشكلة تانية. مشكلة ايه؟ إن هي ما بتعرفش تطبخ يعني وتقوم بشغل البيت وكده، بتحب اللي متعودة يعني إن يعملها أكل ويجيبولها لحد السرير. هتقدري تساعديها وتعملي كده يا رمانة؟ طبعا طبعا، كل يهون علشان عيونك انت يا حموكشة. يا سحموكشة يا سحموكشة. عايزة ايه يا بوز الإخس انتي؟ حبيبي تعيش وتشتمني يا رب. انا كنت عايزاك تجيب العيال من المدرسة. وانتي اتعميتي ما بتشوفيش؟ انتي مش شايفاني الليل كله قاعد بلعب ببجي؟ لسه كمان هروح اجيب العيال. روح هاتيهم انتي.